السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. وصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه بنينه اقتصاديه سهله التحضير وبمقادير متوفره في كل البيت. كما راكم تشوفوا راني جبت لكم واحد الجبن رائع في البنه، والذوق تاعو ما شاء الله. كما تعرفوا وصفات الجبن راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا فضلت نجيب لكم بطريقتي وبطريقه بزاف هايله. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش دائما خلوا لي جيم وتعليقاتكم اللي تحفزني وتشجعني، وهكذا باش القناه تاعي توصل عدد كبير من المشاهدين. ونبداو على بركه الله بطريقه التحضير. هنا عندي كيس من الحليب يعني تاع 2500، راح نفرغوه في كسرونه، ولا المهم تكون ثقيله. راح نضيف عليه فنجان من الخل الابيض. هنا درت فنجان صغير كاك تشوفوا المقدار تاعو راه صغير. فنجان من الخل الابيض. راح نفرغوا على الحليب تاعي، نخلطوه ونحطوه مباشره فوق النار. هنا نفضل يا البنات تستعملوا كسرونه ولا مرميطه تكون ثقيله، باش هكذا الوصفه تكون ناجحه معكم. يعني الحليب ما يطيبش رابيد، يعني يطيب في خاطره. هنا بعد ما غلاليش كما راكم تشوفوا راه واضح معكم الفرماج، والمصل راح يبقى وحده، يعني كميه تاع الماء هذاك راح ينعزل الفرماج عليه. بعد ما نشوفوا هكذا راح نخلوه يزيد يطيب مليح حتى نشوفوا باللي الفرماج خلاص راه واضح جيدا كما راه واضح عليكم. بعدها راح نحيه على النار، راح نخليه يبرد شويه يا ربي واحد 5 دقائق، وراح نصفيه مباشره. هنا ضروري تصفيوه من الماء هذاك، لان الماء هذاك كميه تاعو راح تكون اكبر من الكميه تاع الفرماج. بعد ما نصفيه ونحيه كامل من الماء هذاك، راح نحاول نقطروه جيدا. هنايا حاولوا ديروه في مرميطه تكون واسعه، باش هكذا تصفيوه في خاطركم. راح نضغط جيدا على الفرماج هذاك، لازم ما تكونش فيه ولا قطره من الماء، يعني كمرحله اولى. راح نكمل نصفي كامل الفرماج اللي عندي هكذا، باش نتحصلوا على كميه لا باس بها. هنا اللي حبت تجرب الفرماج هذا راح تجربوه بكيس من الحليب فقط. اللي جربات ونجح لها راح اكيد تضاعف الكميه. هنايا كان عندي كميه من الحليب كان راب في الفريجيدير، راح نخلطهم كامل مع بعض ونضيف عليهم ملعقه صغيره من البيكربونات. هنايا اذا درتوا كيس من الحليب راح ديروا حوالي نصف ملعقه من البيكربونات، ونضيف عليهم فنجان من المصل، يعني الماء هذاك اللي بقى من الفرماج. الكميه تاع الماء هذه اللي بقات ما ترموهاش، تقدروا ديروا بها مملحات، تقدروا بها ديروا مطلوع كيما حبيتوا، يعني راح تقدروا تستعملوه مره اخرى. راح بعد ما درت المكونات راح نحط القدره على النار تكون متوسطه، ونبقى نخلط هكذا في الفرماج تاعي، ونبقى نضغط عليه، يعني نحاول باش نرجعه كريمي، يعني نضغط عليه باش نرجعه كريمي. راح نخلط جيدا. اذا شفتوه نشف عاودوا نزيدوا له شويه فقط من الماء هذاك، يعني هذاك اللي يبقى كي طاب لنا الفرماج مع الاول. بعد ما نشوفه طاب جيدا راح نديرو في كاسرونه ولا هذا الطاس هذا تاع البراميكسور، راح نديرو وراح نضيف عليه حوالي 5 من مثلثات من الفرماج. هنا الفرماج اي نوع عندكم متوفر في البيت، يعني الفرماج هذا الدور تاعو هو تحسين الذوق، يعني باش نحصلوا على ذوق متشابه تماما مع الفرماج، يعني يمدلو نكهه شابه. نضيف عليه 2 ملاعق من المارغرين، انا استعملت مارغرين ماني، ونضيف عليه فنجان من المصل اللي تحصلنا عليه، يعني الماء اللي كان كامل في البدايه. راح نديرو جيدا بالبراميكسور حتى نتحصل على خليط كريمي. راح نملح الخليط تاعنا، الملح يبقى على حسب الذوق تاعكم. هنا نخلطو جيدا حتى كي نجبدو البراميكسور، كي نديرو هكذا بصبعنا راح نشوفو باللي راه ثقيل معنا، يعني الخليط تاعنا راه ناجح. هنا رانا كملنا الوصفه تاعنا، يعني بطريقه ما كاش اسهل منها. هنا شوفوا الخليط تاعي، يعني الجبن تاعي كيفاش راه ثقيل ما شاء الله. وهنا الجبن راه سخون، يعني ماشي دوك اللي تعرفوا القوام تاعو، حتى يبرد وتتحصلوا على قوام ما شاء الله. يعني قوام كريمي ما شاء الله. هذا الجبن تقدروا تستعملوه للجراتا، للمملحات، للحشو، لاي نوع. تقدروا تستعملوه حتى للطيب. شوفوا القوام تاعو ما شاء
شاء الله. هي الجبن تاعي بعد ما خليته مده في الثلاجه راح عقد معايا، شوفوا كيفاش ولا يعني متماسك ما شاء الله، يعني القوام تاعو رائع. لتر من الحليب وديروا كميه لا باس بها من الجبن، كما قلت لكم فيه عده استعمالات راح تستفادوا منه، يعني خاصه من جاي رمضان راح نحتاجوا بزاف الجبن، لهذا خدميه في الدار وراح تستفادي منه. جربوه وراح اكيد ما تستغناوش عليه كامل في الاطباق تاعكم، خاصه لي قراطه المملحات، وحتى اذا جربوه في البورك راح يجيكم ما شاء الله الذوق تاعو رائع، خاصه اذا استعملتوا الجبن معاه اللي يكون الذوق تاعو ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، مشاهده ممتعه للفيديو، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله.